gabadha haddii iyadu dalaaqeedii ay iibsato oo madaxeedii ay furato ciddada ma waxay la mid tahay haweenka kale oo waxaa loo ictibaarin aayisa inay tahay saqiira inay tahay min dawaati alxayd inay tahay majaanibkaas aan la gelin sidii haweenkuba ciddadooda ay ahaan jireen mise iyadu waa nooc gooniya xaaskiisii garaacay fakasara yadaha gacanteedii uu jabiyey gabadhii uu qabay ayuu gacanta ka jabiyey saxaabiga قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى عدة المختلعات بيان عدة المختلعة قبل إسفرتي والضلاقي إبستي وإسخل علي عدة عدين تيدي أي أبابي هي أي مدن مختلعة عدة وإسكو خلافين مذاهبت قبل هدي أيدو ضلاقي إبسته ومدحي أي فرته عدة ما وحي لمتاي هوانك كله ومحا لو اعتبارين آيسا inay tahay saqiira inay tahay min dawaati alxayd inay tahay majaanibkaas aan la gelin sidii haweenkuba ciddadooda ay ahaan jireen mise iyadu waa nooc gooniya ciddadeedu nooc gooniya miya imaamu tirmidi raximahu llahu tacaala kitaabkiisa sunanka ah wuxuu ku yidhi markuu xadiiska wariyey ka bacdi wuxuu yidhi ikhtalafa ahlulcilmi fii ciddati almukhtalifati ikhtalafa ahlulcilmi fii ciddati almukhtalicati gabadha mukhtalicada ah oo isfuratay ciddadeeda ahlulcilmigii way isku khilaafeen qaala akharu ahli اlcilmi min asxaabi الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam wagayrihim ahlulcilmigu waxay u badan yihiin inuu yidhi asxaabta nabiga iyo kayrkoodba salى اllahu wslam wbaaraka calayhi ina ciddaة almukhtalicati ciddaة اlmudallaqati wacalayhi اlmadhab الshaafici waana taasi madhabkii uu ku tegey imaamu shaafici wاlmudallaqaatu yatarabasna bianfusihina ثلاثة قروء أي سوقلي مركا هدي تاي من ذوات الحيض وحي كو عدة ترسانة سدح ظهري من ذوات الحيض هدي آيستان سدح بلاد أي كو عدة ترسانة هدي صغيرتان سدح بلاد وهكذا سيدي مركا قبلوها يهان جيرين هوانكو عدة اللو قيبين جري أي اللو قيبنا أكثر أهل العلم سداسي كتاقل وحوير مركا ترمذي وهو قول سفيان الثوري وأنا قولك أكتاقير سفيان الثوري وأهل الكوفة وبه يقول أحمد إمام أحمد نساس وده جروير أحمد نساس وده جر سير وحده جر عدة مختلفة وحيلمت هاي هوينا الإسخول عضي عدة المختلعة وحيلمت هاي وده جر عدة المطلقة أي متى وده جر وإسحاق وحاك لو سيداس قبي جروير ترمذي إسحاق بن راهوي سونا مذهب كاسو قبي قال إسحاق ووركي ترمذي أو لسعودة إسحاق وحويري وإن ذهب ذاهب إلى هذا فهو قوي هدي قف هذا وكتها حديث كظاهر كيس الصوص عضنا فهو قوي ومذهب حوق الهوير الحديث ظاهر كحشاقي عدة قبل إسخل عضينا النقنا يسمركا حيدة واحدة ظاهر الحديث صوص على صاص إيمان مركا ترمذي وحصولا كيس كويري قال إسحاق وإن ذهب ذاهب إلى هذا قفل على هدو قبصدو حديثك صوص عضنا فهو قوي ومذهب حوق له إلى ظاهر الحديث سات المامية ظاهر الحديث أنا أرقنا مركا حديثك مركا أولي هي إسحاق بن راهوي قفكي قبصده المذهب كيس هد حوق أولي هي وأنا أرقنا مركا قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى أخبرنا أبو علي محمد بن يحيى المروزي الثقة قال أخبرني شادان بن عثمان أخو عبدان بن عثمان ولد الشيء وولاله وشادان بن عثمان يسجن الليلة ومروزي مقبول لكن ذكره ابن حبان في كتابه الثقات ووثقه الحاكم وحكى له توثيقيين إن كان حاكم أبو عبد الله بن بيع سجنا وتوثيقيه فلا ينزل حديثه عن درجة الحسن حديث كسمرك كمدقة ما دام أئمة توثيقيان الضوء يرى درجة حسن وقاري حديث كيس درجة الحسن يقاري أخبرني شادان بن عثمان أخو عبدانا قال حدثني أبيه يا حديثك إيش يري وأبيه سوى عثمان بن جبلة المروزي تكرر في صحيح البخاري وشيخ صحيح البخاري نقول الله بجري وهو مروزي ثقة أبوه وعلماء مراوزة وأنا الثقة قال حدثنا علي بن المبارك حدثنا عبد الله المبارك هين مروزي نقول لها عبد الله المبارك نقول لها لكن علي قواهر بصره وأنا إمام وين الثقة قال حدثنا علي بن المبارك البصري وثقة عن يحيى بن أبي كثير اليمامي البصري وثقة ثبته قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن العامري الثقة أن الربيع بنت معوذ بن عفراء أخبرته
وسحابيات قبضانية قبضها سأشكتي محمد بن عبد الرحمن أن ثابت بن قيس بن الشماس ضرب امرأته فكسر يدها سحابي قال لي راهو شماس ثابت بن قيس بن الشماس حاسكيسي وقراعي فكسر يدها قعنت يدو جبي قبضي وقبي أيو قعنتك جبي سحابي وهي قبضها اسمها عيدنا وحليه جري وقعنتك جبي جميلة بنت عبد الله بن أبي الذي جري قبضها قعنت لك جبي فاتا أخوها قبضي ولالكيد أيا يمد يشتكيه حالو كأشتكونيه وصحابي قاس وكشيغانيو كأشتكونيه ثابت إلى رسول الله وكأشتكونيه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه نبي كسو دعوي رسولك الله قبضي ولا شيء هيد يعني كان ثابت واجبي وقعنتي أيو كجبي رسولك الله فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت رسولك حفرتين الدري ثابت فقال رسولك صلى الله عليه وسلم وبارك عليه له ثابت حكيري خذ قاضه الذي مهركي لها قبضة أسقنادي عليك كركاغنا أسقنادي مهركي أي كقولها قبضة قاضه أو خلع قاضه مدح فرشه وخلي سبيلها جد كذا نبنيه سيدا جد كذا قبضة يعني فروي قبضة مهركي والوسين مهركي أي كقولها قبضة قاضه من باب الخلعنا قبضة جد كذا بنيه وسيدا قال وحير نعم وسمينا رسولك الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه والنبي سداسو marka xal u arkay marka arintii daraaseeyay nabigu wuxuu xal u arkay sallallahu alayhi wasallam baraka qoyskan in la kala wado maahane hadii la isjabinayo oo gacanta la iska jabinayo in la kala wado maahane xal kale meesha inuu ka soo socon ayuu rasuulku arkay sallallahu alayhi wasallam marka lacagtii wixii aad kugu lahayd gabadhu qaado gabadhana siida قال نعم فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك صلى الله عليه وسلم قودي وحو أمري أن تتربص حيدة واحدة ومذهب إسحاق بن راهوي ودهي وإن ذهب ذاهب فهو قوي هذا غفل على حديث كظاهر كيس هذا قبصدنا وحوقوي ودهي النبي صلى الله عليه وسلم حول هل حيد آيات سوقي بس هل حيدون آيات سوقي فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحو أمري أن تتربص إن يسكتو حيدة واحدة هل حيد فتلحق بأهلها أهل كذا يأدوا أهل كذا يهلشوا لأنه ناكتن إسلام مختلعة ويواسخل عدي رجعنا مله رجعنا مركز ملهن ومركز رجعوا دب ومصر الله بنا يسوع مركز حديث كاس وحديث كإسحاق بن راهويه يسوع كيري وإن ذهب ذاهب إلى هذا فهو قوي إسناد كيسنا وإسناد حسنة وحنا تلمامي كورد مختلعة له إن يكبد لنتهي قبلها كلا إني كبد لنتهي وحنا إيمانيا خلافك مركز وحا إيمانيا هرت خلعه من باب الفسخ ميو كمدي هي مسمى من باب الطلاق وكمديه حديث كان مركز ظاهر كيس وحوت المامي خلعه من باب الفسخ إنه كمدي هي أن لقلينين من باب الطلاق لبدا قولنا مذهب كإمام الشافعي كجري جرتي لبدا قول إن خلع على قترنا من باب الفسخ يا إن لقترنا من باب الطلاق مركا laga tirinayo hoosna uu ka taabano sheekhu wuxuu ku leeyahay sindigu haydatan anta tarabasa ay tantadira inay sugto haydatan man yaqulu bihi qofka xadiiskan dhahaya daahirkiisa yaqulu wuxuu leeyahay inna alwaajiba fil iddati thalathatu quru'in bin nass iddada waxa weeye waa saddex qurci oo sida quraanku noo tilmaamayo fala yutraku an-nass man la yaqulu bihi من لا يقول به قفك حديث ظاهر كيس عن دهين وجمهور أهل العلم وظاهر الحديث يقول مقوان يقول حليا إن الواجب في العدة ثلاثة قروء بالنص وسيدا نسك قرآنك وعدي فلا يترك النص لقتك ما بخبر الآحاد أوحي إليه نسك قرآنك وثلاثة قروء الشيء لقتك ما خبر الآحاد وقد يقال إن إله الأركان هذا كان مبني وحال قدسي على أن الخلع طلاق أو يقول حيكون لسان إن خلع من باب الطلاق أو كمدي هاي وهو ممنوع يرسندق وأن والد ديدين باب الطلاق وكمدي هاي والحديث دليل حديث وحي الدليل يهي لمن يقول قفك لها إنه خلع ليس بطلاق مركا خلع وحق لها من باب الفسخ مركا علماء أيضا ظاهر هذا الحديث قبته waxay leeyihiin gabadhan mukhtalicada waxa looga bedelay gabdhihii kale oo mudallaqaadka ay si caadi ah loo furi jiray waxa looga bedelay waxa weey waa sida iyagu ay qabaan waxay leeyihiin gabadha saddex qur'i
ha ku ciddo tirsato waxaa loo dhahayey xigmada ku jirtaa waxay ahayd lacalla waxaa dhici karta zawjku inuu dib intuu u fekero uu gabadhii ku soo laabto ayaa dhici karta laakiin gabadhan maadaama rajca uusan ku lahayn hal xayd hadduu ku dhacaba sida daahirulxadiis uu tilmaamayo horey ka guursan ilaa rajca kuma lahan wax rajca ah uu ku leeyahay markaas ma jiraan